يلا يا فرح انا نازل يا بابا عشان عمك السيد مستنيني. يلا عاوز حاجه؟ الله الله تروح فين؟ ايه يا حبيبي؟ انت عارف ان انا جاي ولا ايه؟ عامل ايه؟ وراك ايه؟ عامل ايه يا اخويا؟ الحمد حبيبي لله يا والله اخويا. تمام. عامل ايه يا اخويا؟ الحمد لله. انت قلبك حاسس ان انا جاي ولا نازل؟ مفيش، انا كنت نازل كده لعمك السيد عشان اروح مشوار انا وهو كده. لا لا لا. طب انزل معاك بقى ولا ايه؟ تنزل معايا ليه؟ انت عبيط ولا ايه يا ابني؟ ده بيت اخوك. ادخل كده يابا واشرب مع فرح بنت اخوك كوبايه شاي كده، هتعمل لك كوبايه شاي. يا فرح هنا؟ اه على ما اخلص واجي. خلاص ما تاخرش ماشي؟ عليا بس. ماشي يا فرح. عمك حماده جه اهو، اطلعي له وانا نازل. سلم صعب يا فرح. ايه ده يا عمو؟ والله وحشني قوي. ازيك يا عمو؟ قلب عمو. عامل ايه؟ عامله ايه يا بنت اخويا؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ الحمد لله. واخده بالك من بابا كده ومن البيت؟ اه طبعا. انا دلوقتي خلي بالك، لو انت ملاحظه انا بقيت مكبرك في الكلام اهو. انت ما بقيتيش طفله، ده انت جاي لك عريس. عريس؟ انا ما حكيتلكيش صحيح. صلي على النبي. عليه الصلاه والسلام. سكه ودغري. انت تعرفي الاستاذ كمال اللي معانا من البلد هنا؟ كمال؟ اه كمال مين؟ اللي بيرفع بوستات على الفيسبوك. اه اللي كمال بيكتب الشاعر؟ اه عارفاه. حلو قوي. وفرت عليها نص المسافه. قال ايه وانا قاعد في البيت لا بيا ولا عليا، لقيت كمال ده جاي بيخبط عليا بقول لي يا عم حماده انا عايز اتقدم لفرح بنت اخوك. قدم لي. اهدي بقى، ده انا هحكي لك الصدمه. لما جيت بقول له طب استنى انا هاخد رايها اشوف رايها ايه، قال لي لا حط في بطنك بطيخه صيفي. دي موافقه عليا 1,000,000%. وايه اللي مخليه واثق من نفسه؟ انا هقول لك ايه اللي مخليه واثق من نفسه. قال لي ان هو مفيش بوست انا برفعه غير لما بتعمل اعجاب، مفيش بوست برفعه غير لما بتكتب لحظه يا تعليق. عمو، يعني كده وانا عملت اعجاب يبقى انا كده معجبه بيه؟ ولا عشان كتبت تعليق يبقى انا كده بحبه؟ يعني انت كل ما يرفع بوست انت بتكتبي، انت بتعملي عليه اعجاب؟ اه المحتوى عجبني. المحتوى عاجبك. طب هو كل ما بيرفع بوست انت بتكتبي عليه تعليق؟ اه. وكل وانا ما عملت تعليق يبقى انا كده معجبه بيه وبحبه؟ وكل ما يرفع بوست انت بتشاركيه؟ اه. هو مش معنى كده ان انت بتحبيه؟ لا طبعا انا عاجبني المحتوى، لكن مش عاجبني اللي هو الشخصيه نفسها، انا عاجبني المحتوى. يعني انت عاجبك بوستاته لكن هو كشخصيا انت ما تعرفوهوش؟ لا. الله يبارك لك. يعني انت عايزه توصلي لي ان مش كل واحده هتعمل لواحد اعجاب على بوست هي بتموت فيه؟ لا طبعا. مش كل واحده هتعمل تعليق على بوست هي ميته في دباديب ام صاحب البوست؟ لا طبعا. مش كل واحده هتعمل مشاركه لبوست او فيديو هي بتموت في صاحب البوست؟ لا ده بيبقى مجرد اعجاب بالمحتوى مش اكتر. يعني انت معجبه بالمحتوى مش بيه هو؟ اه. الله يبارك لك يا بنت اخويا. طب انا هقوم اتكل على الله. مش هتستنى بابا يا عمو؟ استنى ايه؟ ده انا هروح الاقيها عدل على البوابه مستنيني. خلاص خلاص. اريح. الله يريح قلبك يا رب. عايزه حاجه يابا؟ عايز لما سلامتك بابا يا عم. يجي سلمي لي عليه. يوسف. وخلي بالك من نفسك. حاضر. يلا سلام عليكم. وعليكم السلام. تعالى يا كمان قاعد انت مستنيني على البوابه. مستعجل يا عم حماده، قاعد لي فرغ الصبر. مستعجل؟ طب خش يا باشا اتفضل. ماشي. منور يا كيمو. تعبك معايا يا عم حماده. ولا يهمك ولا عملت ايه؟ يهمك ولا يهمك. كل خير ان شاء الله باذن الله. كل خير. الله يبارك لك وطمنك. طمني طيب. هطمنك. بص يا كيمو صلي على النبي. هي بتموت في منشوراتك، بتحبها موت، بتحب اسلوبك في الكتابه، بتحب مشاعرك وانت بتكتب. هي حاسه انك صادق في كتاباتك. هي بتموت في رواياتك يا اسطى، وبتموت في اللي انت بتنشره. الله يبارك لك. بس مش بتحبك انت. ايه يا عم حماده؟ هي ما ازاي؟ تعرف. اسمعني بس قبل ما تسخن. الله يبارك لك يا عم كمال. انت بعتني مشوار ورحت لبنت اخويا سالتها، قالت لي يا عمو انا بحب منشوراته، بحب بوستاته. مش معنى يا عمو ان انا عملت اعجاب على بوست ليه يبقى انا ميته في دباديبه. مش معنى ان انا عملت تعليق على بوست ليه يبقى انا ما بنامش الليل من حبه. مش معنى ان انا عملت له مشاركه على تعليق يبقى انا مش قادر اعيش من غيره. ما هو ده اللي انا عايز اقوله لك يا اخويا. ما تبقاش نحنوح عشان ما تعملش لنفسك مشاكل. اسمع يا ابن الناس، مش كل واحده عملت لك اعجاب على فيديو او على بوست هي ميته في حبك. اصحى يلا. دي حاجه ودي حاجه يا اخويا. هي بتحب اسلوبك لكن ما بتحبكش شخصيا، هي ما تعرفكش. مش كل واحده عملت تعليق على بوست ليك او فيديو هي ميته في دباديبك يد، هي ما تعرفكش. مش كل واحده هتشارك لك فيديو او هتشارك لك منشور هتقول ده بتحبني وما بتنامش الليل. يا ابن الناس الله يسترها معاك. انت شيء وبوستاتك او فيديوهاتك حاجه تانية. مش كل واحده عملت لك اعجاب على فيديو هي بتحبك، ما تبقاش نحنوح. مش كل واحده عملت لك تعليق على بوست على الفيسبوك هي ميته فيك. مش كل واحده عملت لك مشاركه المنشور هي بتموت في دباديب امك. انا بنصحك عشان ما تعملش نفسك مشاكل. هم بيحبوا اسلوبك، بيحبوا بوستاتك، بيموتوا في فيديوهاتك، لكن مش بيحبوك انت. انت حاجه تانية. فما تخلطش الامور يا اخويا. الله يسترها معاك. ما تبقاش نفسك ضعيف. مش كل واحده عملت لك اعجاب او بعتت لك قلب او عملت لك تعليق او عملت لك مشاركه على فيديو او على بوست هي بتموت في دباديبك. هي بتحب اسلوبك
لكن ما بتحبكش انت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.